فيديو النهاردة مميز جدا. هنحضر مع بعض طريقة عمل الجلاش باللحمة المفرومة أو صوابع الجلاش باللحمة المفرومة بطريقة بسيطة سهلة وسريعة، لكن في الطعم مميز جدا. هنعرف تكاته علشان يطلع مورق طري خفيف جدا لأبعد الحدود، غير كمان طعمه المميز. يلا بينا نبدأ الفيديو، بس ياريت للنهاية علشان نستفيد منه. بس قبل ما نبدأ الفيديو ياريت لو عجبك لايك وشير، اعملي اشتراك في القناة علشان كل ما انزل فيديو يوصلك مني. هند سليم. اول حاجة هعملها حلة على نار عالية، احط فيها معلقة سمنة ومعلقة من الزيت. انزل كده باللحمة المفرومة بتاعتي وتكون على نار عالية علشان اللحمة ما تنزلش العصارة اللي فيها. اول ما انزلها مقلبهاش على طول، وكل دقيقة اقلب فيها. اثناء التشويح هنرش عليها شوية من الفلفل الاسود، بيدي ريحة تحفة اثناء التسوية. هنزل كده بالبصل بتاعي، ولسه برضو النار عالية معايا. هنزل كده بمعلقة من التومة، بتدي طعم وريحة تجنن. حابة ان انت تضيفي اي نوع من الخضار، اي نوع من الخضار اللي انت بتحبيه هتضيفيه. انا هنا في الفيديو النهاردة هعصجها، هنزل عليها بفلفل وطماطمايه مبشورة ومعلقة من الصلصة. انتي بقى لو حابه تحطي جزر مبشور مفيش مانع، كوسه مبشوره، اي خضار انتي حباه ابشريه وحطيه مع اللحمه المعصجه. هنا الفلفل معايا والطماطميه المبشوره هتعزز اللون معايا، ومعلقه الصلصه هتديها قوام جوسي وجميله جدا. هفضل اقلب فيها كده باستمرار، وانزل بالتوابل بتاعتي، معلقه من البابريكا، معلقه من القرفه، ومعلقه من الفلفل الاسود، ونظبط الملح بتاعها. القرفه هنا بتدي طعم وريحه تجنن، بس في الطعم مش بتبان. هغطي عليها 3 أو 4 دقايق، وبعدين هشوفها استوت ولا لا. بعد كده هي استوت معايا، انزل بيها احطها في طبق كده واستنى عليها لما تبرد. بعد كده هجهز التشريبه اللي انا هشربها للجلاش. معايا هنا كوبايه من اللبن، ومعايا بيضه، ومعايا معلقتين كبار من الدقيق، ونص كوبايه من الزيت، ورشه هنا من الفلفل الاسود. هبدا ان انا اقلب فيهم، ومعاهم معلقه كبيره من الزبادي. اقلب فيهم كويس جدا لحد الميكس ما يختلط مع بعضه. هبدا ان انا احضر الجلاش بتاعي معايا. هجيب الجلاش افرده كده كله مع بعضه، وبعدين بفوطه منديه واغطيه علشان طول ما انا بشتغل ما ينشفش مني. ابدا ان انا افرد الجلاش. انا حطيت 2 ورقتين مع بعض، اتني الطرف منهم، ولو حابه تزودي ل3 ورقات او 4 ورقات مفيش مشكله. اخد بقى من التشريبه اللي انا عملتها بالفرشه كده وادهن كويس جدا. التشريبه هنا هتورق معايا ورقه الجلاش ومعلقه الدقيق اللي انا حطيتها، تحسي انها زودت الورقه معاكي سماكه. ابدا ان انا احط الحشوه بتاعتي بالشكل ده، واحطها كلها بنفس الكميه واسويها علشان الصابع يكون متساوي، ما يكونش من ناحيه مليان ومن الناحيه التانية فاضي. هبدا ان انا الفها بقى، ابرمها واضغط عليها كده وانا بلفها علشان الورقه ما تكونش يعني مش ملفوفه كويس. الفها كويس جدا بالشكل ده. ولو معاكي ورقه من الجلاش مقطوعه مفيش اي مشكله، هتتلف تحطيها من النص، هتتلف ومش هتبان في الاخر. لفتها كده بالشكل ده، وابدا ان انا احضر الصوابع بتاعتي كلها مع بعضها. يفضل كده بعد كل ما اعمل صباع كده او برمه طويله كده ان انا اغطيها اول باول، علشان من هنا الوقت ما اجي اقطعها هتكون نشفت معايا. فلما تغطيها بكيس استرتش كده او بفوطه مش هتنشف معاكي، وهتفضل طريه كويس، وهتفضل سهله في التقطيع.
شايفين هنا انا كان معايا كام ورقه مقطوعه، حبيت اوريها لكم علشان اقول لكم يعني ان مفيش مشكله. هبدا احط الحشوه برضو كده، ولو معاكي اي ورقتين كانوا يعني مكان سمبوسه او اي حاجه ممكن تحطيهم في الاول تزودي بيهم سماكه الورقه. الحشوه هنا اختياريه، ممكن تعمليه غير اللحمه المفرومه، ممكن تعملي حشوه شاورما، فراخ مقطع، ممكن تعملي ميكس من الجبن معاهم زيتون. اي حشوه ان انتي ممكن تحبيها ممكن تعمليها في الصوابع الجلاش. ممكن كمان حشوه فاهيتا الفراخ. يا ريت وانتي بتعملي الورق وانتي بتاخدي بالفرشه وتدهني من التشريبه كل شويه تقلبيها بالمعلقه، علشان في الايه المكونات ممكن تسقط منك لتحت. كده انا جهزت معايا الصابع. او ابدا ان انا اجيب الصاج اللي انا هحط فيه او الصينيه وادهنها زيت واحضرها معايا. انا هنا مش هحط الصوابع في اللفه في الصينيه سليمه. انا هنا هقطعها حتت صغيره كده اهو. هقطع اللفه على 3 صوابع، لو حابه ان انتي تقطعيها على 4 مفيش اي مشكله. هقطعها كلها كده اهو. هبدا ان انا اسوي الاطراف علشان فيهم حتت مش محشيه، الحشوه طلعت منها وبتبقى ناشفه. انا هنا قطعتها على 3 بالتساوي، وعلشان كده الصبع يبقى متساوي معاكي تقيسي كده على بعضيهم بالشكل ده. وابدا ان انا اسوي الاطراف كلها. هجيب بقى الكميه بتاعتي كلها اعملها وبعدين ارصها في الصاج زي ما احنا شايفين بالشكل ده. وبعد ما ارصها كلها اراعي ان يبقى في مسافه ما بين كل صبع والتاني، علشان لما انزل عليه التشريبه توصل لكل الجوانب. خلاص هنا هرص الكميه بتاعتي كلها، وبعدين اجيب من التشريبه واسقي الجلاش. مش هسقيها يعني بكميه كبيره، لا هجيب من الفرشه وادهن، بس يا ريت تكون دهنه كويسه. وبمعلقه في الاخر اجيب احط كده عليه من فوق الوش. وعلى نار بقى يعني 200، لو عندك تايمر موجود عندك تايمر ممكن تعمليه تظبطيه على درجة حرارة 200. ما عندكيش يبقى نار متوسطة. هحطه كده على الشبكة على الرف الوسطاني، ويبقى تبقى النار من تحت عالية ومن فوق الشواية طافية. ده بعد لما ياخد لون من تحت ابدأ ان انا اطفي عليه واولع الشواية من فوق وتكون نار متوسطة. هتطلعيه من الفرن لو لسه بدري على ان انتي تحطيه على السفرة تاكليه. هتجيبي ورق فيول بالشكل ده وهنغطيه علشان يفضل سخن معاكي وطري. شايفين الصباع اخد لون ذهبي جميل جدا يا جماعة، تحفة جدا. لون ذهبي من فوق لون ذهبي من تحت، ده غير القرمشة اللي بره طري جدا من جوه. ده تبقى طبق رئيسي في العزومات، هيشرفك جدا قدام ضيوفك. وفي رمضان كمان لما بتعمليه على الفطار جميل جدا، طعمه تحفة يا جماعة، خرافة. لونه جميل جدا، لونه جميل جدا وتحفة، ده غير الطعم خيال. زي ما قلنا الحشوة هنا ممكن تكون اختياري، ممكن تعملي اي نوع حشوة انتي تفضليها. وده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، طريقة عمل الجلاش باللحمة المفرومة او صوابع الجلاش باللحمة المفرومة، حاجة كده تشبه البوريك التركي. جميل جدا. لو تابعتي معايا الفيديو لحد هنا ما تنسيش اللايك ومتابعة للقناة هند سليم. جربيه وقولي لي رأيك في الكومنتات. بالهنا والشفا.